شنو اسم الرسول؟ الثلاثي. اسم النبي؟ الثلاثي. هو اسمه النبي محمد. الثلاثي. أبوه؟ أبوه. ما أعرف. شنو اسم الرسول الثلاثي؟ شنو اسم الرسول الثلاثي؟ رسول إبراهيم فياض. الله المستعان وإلى الله المشتكى، الله يهدينا ويهديهم. وهذا حال كثير من المسلمين للأسف. رأيت مقاطع لو سألته عن اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام الكامل فضلا عن الثلاثي فضلا عن الكامل، نسب الكامل، رأيته تخبط العشواء أو تخبط عشوائي. الشاهد بارك الله فيكم. لكن لو سألته عن ميسي، ما هو اسم ميسي، يعرف ميسي، يعرف زوجة ميسي، أولاد ميسي، أين ولد، أين لعب، ويعرف رونالدو، ويعرف الممثل الأمريكي والبريطاني وهلم جرة، ويفتخر عليك. طيب، وسبحان الله إلى الله المشتكى. لأجل ذلك أيها الأحبة في الله، عندما أفعل الدعوة ويأتيني هؤلاء الذين يدعون الغير على الإسلام ولا عن أي شيء عن الإسلام، فعندما أسأل عن أركان الصلاة أو نواقض الوضوء، هذا ليس خروج عن الموضوع. أريد أن أبين له أنك أنت تتلاعب، أنت ليس همك الدين. لو كان همك الدين لتعلمت أصول الدين التي سوف تسأل عنها يوم القيامة. سبحان الله، أنت تركت الذي سوف تسأل عنه يوم القيامة وأصبحت تتبع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس تبون، الحاكم علان بن فلان. سبحان الله. لكن من قل علمه وسوء فهمه يقول لك شمسي خرج عن الموضوع. ما خرج عن الموضوع والله. كثير من الذين همهم الطعن في حكام المسلمين لا يدري عن الإسلام شيء، بل بعضهم لا يصلي. فالشاهد طامة هذا كثير من حال كثير من الشباب. فاسم المصطفى عليه الصلاة والسلام الثلاثي، أو كما ذكر بعض العلماء تقول هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فدراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام عبادة تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. أما دراسة ميسي هذه ليس لا عبادة ولا عادة، هذه كما أقول لك خيطي بيطي. نسأل الله السلامة والعافية. الله يهدينا ويهديهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع شباب المسلمين. اللهم آمين.